أكبر محطة في إفريقيا. الشروع في استخدام محطة تحلية المياه بالدار البيضاء بحلول سنة 2026، حيث تعتبر محطة الدار البيضاء لتحلية المياه البحر أكبر محطة من نوعها في إفريقيا، وستلعب دورا حيويا في تزويد العاصمة الاقتصادية للمملكة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى ري 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية. وجدير بالذكر أن المغرب يطمح لإنتاج أكثر من 1.7 مليار متر مكعب مياه البحر المحلات بحلول عام 2030. وسيساهم هذا المشروع الضخم في تعزيز الأمن المائي بالمغرب وضمان تلبية الاحتياجات المائية للسكان والمجال الفلاحي بالمنطقة، من أجل مواجهة التحديات المناخية المتزايدة في ظل توالي سنوات الجفاف بالمملكة المغربية، حيث يلتزم المغرب بمستقبل مائي مستدام. تقف هذه المحطة الضخمة كشاهد على التكنولوجيا الحديثة. إنها محطة تحلية مياه الدار البيضاء، إحدى أكبر محطات تحلية في إفريقيا. فكيف تعمل؟ وما دورها في تأمين المياه لأكبر مدينة مغربية؟ لنكتشف معا. تحلية المياه هي عملية معالجة مياه البحر لتصبح صالحة للشرب والاستخدام اليومي. محطة الدار البيضاء تستخدم تقنية التناطح العكسي، حيث تمر المياه عبر أغشية متطورة تزيل الأملاح والشوائب لتصبح عذبة ونقية. هذه المحطة ليست عادية. إليكم بعض الأرقام المدهشة. السعة الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا، أي ما يكفي لسد حاجات 7 ملايين شخص. تكلفة الاستثمار 4 مليارات درهم مغربي، نحو 400 مليون دولار. تبلغ مساحتها 10 هكتارات، مما يجعلها من أضخم المنشآت في المنطقة. التحديات والحلول في مواجهة التغير المناخي وتراجع الموارد المائية، كان لابد من حلول جذرية. محطة الدار البيضاء توفر بديلا مستداما للمياه الجوفية، لكن كيف تتعامل مع استهلاك الطاقة العالي؟ التوجه نحو الطاقة الخضراء، حيث تعمل على تقليل البصمة الكربونية عبر استخدام كهرباء أكثر كفاءة. المحطة لم توفر المياه فقط، بل ساهمت اقتصاديا. دعم الصناعات المحلية التي تعتمد على المياه مثل الأغذية والنسيج. توفير مياه شرب آمنة لملايين السكان، خاصة في فترة الجفاف. تخفيف الضغط على السدود والمياه الجوفية المهددة بالنضب. محطة الدار البيضاء ليست مجرد منشأة تقنية، بل هي خطوة عملاقة نحو أمن مائي مستدام. فهل ستكون تحلية المياه الحل الأمثل للمدن الكبرى في إفريقيا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات. إلى اللقاء في فيديو قادم.